جايبه لكم النهارده وصفه فراخ رهيبه مع ألذ صوص وهتقدميها كمان مع رز ابيض. حاجه كده تحفه ما شاء الله، وكمان مش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. والحلو فيها بقى ان الفراخ هتطلع مستويه جدا ودايبه وجوسي في نفس الوقت. شايفين بقى شكلها؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجه بنجيب هنا طبعا الفراخ، بنكون نقعينها كويس وغسلينها وعاملين فيها فتحات بالشكل ده. هجيب هنا بصلتين كبار مبشورين بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنزل عليهم كمان بمعلقه كده من الثوم المفروم بالشكل ده. وبعدين هضيف عليهم كمان علبة من الزبادي. يبقى هنا الزبادي هو اللي بيديني الطراوة بتاعة اللحمة بتاعة الفراخ، وهو اللي بيخليها جوسي جدا. شايفين احنا هنا كده حطينا كل المكونات على بعض. وهجيب هنا كمان 3 طماطمات كده كبار مبشورين، عايزاهم مبشورين ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بقى هندعك الفراخ بالبصل والثوم والطماطم المبشورة كويس جدا، ونوزع التوابل دي كلها او التتبيلة دي على الفراخ علشان تشرب منها وناخد الطعم المميز والحلو. شايفين بالشكل ده؟ بعد كده بقى هنضيف هنا معلقة كبيرة من الفلفل الاسمر، هنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من البهارات مشكلة، وهنزل عليهم كمان بمعلقة كده من الكاري. ودي التوابل بتاعتنا كلها بسيطة جدا ومش معقدة، ولا هتحتاجي ان انتي تحطي توابل مش موجودة عندك. تمام. هنضيف عليهم كمان معلقتين من الملح صغيرين. هتبل بقى الفراخ بتاعتي كويس جدا، وهسيبها في التتبيلة دي هنا لمدة ساعة. وبعدين هيكون عندك صينية او حلة الموجود عندك، هنزل كده بالفراخ اللي احنا متبلينها وسايبينها كده لمدة ساعة بالشكل ده. ممكن تحطيها في الصينية اللي انت هتستخدميها في الفرن عادي جدا. شايفة اهو. هرص بقى كل الفراخ وكمان الصوص اللي هو في التتبيلة هنزل بيه كله زي ما انتوا شايفينه كده على الفراخ اهو بالشكل ده. وهسيبها بقى كده على النار تاخد مثلا 10 دقايق لغاية ما تدخل بقى في التسوية. هبدأ انزل عليها بكوباية من المية وهكمل تسوية كمان لمدة 10 دقايق كمان. وبعدين هنا عندي معلقة كده من الصلصة وعليهم معلقة كبيرة من دبس الرمان، وهقلبهم كويس جدا. ودول اللي هستخدمهم علشان ادهن بيها الفراخ عشان تاخدي لون وشكل حلو. شايفين بالشكل ده؟ طبعا انتي لو عايزه تحطي الفراخ كلها من الاول في الفرن هتغطيها بالفويل وتدخليها الفرن. شايفين هنا الفراخ استوت بس 75%، مش استوت كل خالص يعني او كلها. شايفين بالشكل ده؟ طبعا هنجيب الصينيه وهبدأ بقى ارص فيها كمية الفراخ كلها، وهنزل كمان بالصوص اللي كان في الحل عليهم. وبعدين هجيب هنا الدبس الرمان مع الصلصة، وهبدأ كده ادهن الفراخ كويس جدا علشان تاخد اللون الذهبي اللامع الحلو بالشكل ده. وطبعا هندخلها في الفرن، هنشغل من تحت بس وتشغلي المروحة، لو ما عندكيش مروحة هتشغلي فوق وتحت علشان تكمل التسوية وتاخد كمان اللون الخطير اللي احنا عايزينه. شايفين بالشكل ده؟ وهنقدمها كمان مع رز ابيض اهو. شايفين شكل الرز؟ هنحط كده بولة وهنقدم ده شكل الفراخ بعد ما طلع من الفرن. حاجة كده تحفة. وعايزة اقول لكم الريحة كمان كانت رهيبة جدا جدا، وطعم الصوص خطير. هزينها كده بقى بحبة من البقدونس المفروم او الكزبرة المفرومة اللي يريحك، مع شرايح كده من الليمون. حاجة كده جميلة. شايفين بقى شكلها؟ والحلو فيها ان هي مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وكمان هتبقى جوسي جدا جدا وطعمها خطير ولذيذ. شايفين بقى هنا شكلها عامل ازاي؟ شايفين الشكل؟ حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. هتشرفك قدام ضيوفك، ولو عملت الوصفة دي مش هتبطلي انتي تعمليها كل مرة. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. باي باي.